اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم عبد الرحمن ياسر. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجه اسمها البارتيكلز دي او الاوفرلاي. انا عن نفسي بحب اسميها الاوفرلاي. بتبقى فيديوهات تقدر ان انت تضيفها على الفيديو بتاعك، وهوريك دلوقتي ازاي تضيفها وازاي ان انت تحملها، وبتضيف لك جزء جمالي جدا على الفيديو بتاعك. فتعالوا نتعرف ازاي الاول ان انت تحملها، وبعد كده ازاي ان انت تستعملها على برنامج الادوبي بريمير. يلا بينا نبدا. في البداية هتخش على اليوتيوب وهتكتب البارتيكلز فوتج، هتلاقي عندك فيديوهات كتير جدا جدا، منهم مثلا بلاي ليست زي دي فيها 190 بارتيكلز. لو دخلت هنا هتلاقي الفيديوهات بالشكل ده، هي دي اللي انا قصدي عليها. البارتيكلز دي هي بالشكل ده، حاجات حلوة ولذيذة وتقدر ان هي تتحط على الفيديو من غير اي مشكلة. تقدر ان انت تحمل الحاجات دي من عن طريق برنامج اسمه 4K فيديو داونلودر، هسيب لك الرابط بتاعه موجود في الوصف، وهتقدر ان انت تستعمله في تنزيل الفيديوهات براحتك من غير اي مشكلة. بس النسخة المجانية بتاعته اخرها 25 فيديو، فلو انت هتستعمل نسخه مكركه او مدفوعه تقدر ان انت تنزل الفيديوهات اللي انت عايزها كلها. اما طبعا انا انصحك ان هي النسخه المجانيه. بعد ما هتبدا ان انت تنزل الفيديوهات هتيجي هنا على برنامج الادوبي بريمير، ونبدا ان احنا نجيب الفيديوهات بتاعتنا. تعالوا دلوقتي نجيب الفيديوهات بتاعتنا. هاجي هنا من عن طريق الميديا براوزر، وهبدا ان انا اختار الفيديوهات بتاعتي، ودي الفيديوهات اللي احنا هنستخدمها. فهدوس عليها كليك يمين واقول له امبورت. انت ممكن تختار اللي انت عايزه. انا ممكن مثلا اختار ده وده وده، بختار من عن طريق كنترول فبيحدد لي اللي انا عايزه. بعد كده بدوس عليه كليك يمين واقول له من هنا امبورت. يبقى اللي احنا عملناه دلوقتي هو ان انت دخلت الفيديوهات بتاعتك، وكمان برضو دخلت الفيديوهات اللي احنا هنستعملها. بعد كده على البرنامج هتبدا ان انت مثلا تستعمل الفيديو ده، هتحطه هنا كده في الايقونه دي اللي هي الجزء ده اللي هو عشان يعمل لك سيكونس. ممكن تلاقي شكل البرنامج هنا مختلف عن الشكل اللي موجود عندك، علشان انا هنا مخصص ورك سبيس خاصه بالنسبه لي. فحاول ان انت تتابع معايا بالشكل، وبعد كده هبقى اعمل الفيديو ازاي ان انت تعمل ورك سبيس تكون خاصه بيك. فهتلاقي ان ادي الفيديو بالشكل ده، وده الفيديو الثاني. لو حطيناه هنا بالشكل ده هتلاقي ان الفيديو الاولاني والفيديو الثاني بالشكل ده. احنا دلوقتي عايزين نضيف البارتيكلر. هروح دايس من هنا اشوف هو ده الفيديو بتاع البارتيكلر او الاوفرلاي. ممكن اسحبه من عن طريق اللي هي دراج فيديو اونلي واحطه على الفيديو بتاعي. هتلاقوا ان مدته صغيره، ومش مهم الجوده فيه لو كانت قليله هيبقى كويس، بس اكيد يعني ما تبقاش 360 و144 وحاجات زي كده. ممكن نقلله بالشكل ده. وهننزل بعد كده هنا واحنا عاملين تحديد عليه من عن طريق الافكت كنترول. هنيجي هنا عند الاوباستي، ومن الاوباستي من هنا هندوس عليه، هندوس على سكرين، هتعمل تحديد عليه. وبعد كده تبدا ان انت تنزل وتختار من هنا حاجه مثلا زي اللايتن مثلا. تلاقي ان الالوان مختلفه، تروح دايس العلامه بتاعت الستوب ووتش من هنا وتنزل الاوباستي بالشكل مثلا تكون كده، بحيث بس ان هي تدي اضاءه كويسه مش اكتر. تعالوا كده نشوف الفيديو، نشيل بس ده وتعالوا نشوف الفيديو كده. هتلاقي ان في حاجات بتتحرك مع الفيديو، وهي دي البارتيكولر هنا ميزتها ان هي بتدي لك حركه في حاجه بتتحرك في الفيديو. تعالوا مثلا نستعمل الجزئيه دي، وهبدا برضو ان انا اجي هنا واروح شايل الاوباستي من هنا. وممكن انت تقلل الاوباستي بالشكل ده، هتديها شكل حلو جدا جدا. بس طبعا ممكن تختار من البلند مود من هنا السكرين، او ممكن تختارها اوفرلاي على حسب المود اللي انت تختاره. بص انت ممكن تجرب الحاجات دي كلها لحد ما تلاقي احسن حاجه. ممكن مثلا لايتن، هتلاقي ان اللون الابيض لسه موجود، وبعد كده تروح منزل الاوباستي بالشكل ده. طبعا هي كده لا، ممكن حاجه زي سوفت لايت والاوباستي تبقى بنسبه مثلا 50% تبقى كويسه. وبعد كده تعالوا نشوف الفيديو. هتلاقي ان في حاجات بتتحرك كده بسيطه وشكلها جميل جدا جدا. بالنسبه للفيديوهات اللي انا مستعملها هنا، الفيديوهات دي ملهاش اي حقوق. تقدر ان انت تنزل الفيديوهات دي وتستعملها من غير اي مشكله، حتى كمان لو تشتغل بيها على اليوتيوب ما تقلقش، مفيش اي مشكله. وهتلاقي رابط في الوصف تحت، وبرده هتلاقيه في الاي اللي موجوده على اليمين او على الشمال، بشرح فيها ازاي ان انت تستعمل الصور او فيديوهات من غير اي حقوق. هتلاقي الرابط بتاعه زي ما قلت لك في الوصف، وبرده هتلاقيه في الاي اللي موجوده على اليمين او على الشمال. اكيد البارتيكولر دي مش اي فيديو بتحط عليه او كل الفيديوهات بتتحط عليه، لا، في فيديوهات معينه، بحيث مثلا فيديوهات تبقى عن الطبيعه، عن الحاجات دي، بتدي لك شكل جمالي للفيديو، ان في حاجه بتتحرك. في ممكن مثلا فيديو ممكن يتعمل عن فويس اوفر مثلا، عن قصه معينه او حاجه معينه. الفيديو كله عباره عن صوره، ممكن تحط البارتيكولر دي او الاوفرلاي ده بحيث ان هو يدي يعني حركه كده لذيذه في الفيديو. فهو دي كانت الفكره بتاعت الاوفرلاي، ازاي ان انت تستعمله ويدي لك لمسه على الفيديو بتاعك زي ما قلت لك في حاجه معينه. طبعا مش في كل الفيديوهات. بس وكده يكون ده شرح الفيديو ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه، ولو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات تحت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.